السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب ست بسيطة وبنوتتها؟ يا رب تكونوا بألف صحة بألف سلام. صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاة. النهاردة بإذن الله جاية بحتة وصفة جهنمية، سهلة وسريعة خفيفة كمان، لو تعمليها غدا عشاء جوع آخر الليل حاجة كده مش هتاخد منك دقايق. قبل ما نشوف مكوناتنا بتقول ايه، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس، ويلا بينا نشوف مكوناتنا. صلوا على النبي ويلا بينا. مكوناتنا بتقول السهلة اللذيذة اللي موجودة في كل بيت. انا عندي مكرونة سباكيتي سلقاها، كمان عندي طماطم مبشورة 3-4 حبايات كده بشراهم حسب الكمية اللي انت هتعمليها على المكرونة. كمان عندي بصل مبشور، دقة توم مع هريسة وفلفل حامي. كمان عندي جزر مبشور، عندي فلفل الوان مبشور. طبعا لو عايز تحط فيها كام قرن فلفل حراق ما يضرش. دي اكله زي ما قلتلكوا تنفع جوع اخر الليل، سهله خفيفه يعني، حاجه كده ايه في السريع منه. يلا بينا نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. هي فلفل الوان متقطع شرايح مش مبشور، يعني كل حاجه مبشوره ما عدا الفلفل مقطعاه شرايح كده ايه رفيعه. جبت طاسه زي ما انتم شايفين وحطيت فيها زيت، لو عايزه الطعم بسنه كده سمنه مفيش مشكله. اول ما الاقيه يسخن عندي هبدا ان انا انزل البصل. مجرد ما البصل كده ياخد تشويحه على النار، ما ياخدش لون، هبدا ان انا اضيف الثوم والهريسه اللي انا عاملاها مع بعض. زي ما انتم شايفين بالهريسه اللي انا عاملاها بالثوم بالبتاع كده، وهعمل كده انزل بالفلفل وشرايح والجزر المبشور كده، وابدا ان انا اقلب كويس جدا عقبال ما الفلفل يدبل معايا، وانزل كده بالطماطم المبشوره بشويه الملح كده نزلته، وابدا ان انا اقلب كويس جدا. معلقه بابريكا كده وابدا ان انا انزل بيها. ابدا بقى اقلب كويس جدا واسيبه لغايه ما يتسبك. بعد كده نشوف الخطوه التانية هنعمل فيها ايه. الخلطه الجميله اللي تاخد العين دي ما سبكت، هبدا ان انا اضيف المكرونه الاسباجيتي ده كويس جدا مع الخلطه ودقيقتين اسيبها كده بس تاخد من طعمهم، واقفل النار واغرفها في احلى واجمل اطباق عندنا. ويلا بينا. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده خيال الخيال، سهله ما خدتش مننا وقت خالص، مكونات في البيت جوع اخر الليل عشاء غدا، سهله وجميله. طبعا عايز تعملي جنبها شوية بطاطس محمرين ما يضروش، شوية سلطة كده مقطقطين ما يتقولش لا، تاكليها كده لوحدها بألف هنا والشفا على قلوبكم كلكم. قومي يلا يا بنوتة، لو عايزة تاكلي حاجة سريعة ما تاخدش منك وقت، مكونات بسيطة موجودة في بيتك، قومي اعملي الوصفة دي. يبقى الفيديو ده ليكي وخشوا وشوفوه. يبقى انا كده قلتلكوا اسهل واسرع طريقة تعملوا المكرونة السباكيتي، وكمان طريقة غير تقليدية بالمرة. ما تنسيش بقى في اللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس، وتقولوا لحبايبكم وقرايبكم عن مطبخ ست بسيطة بنوتتها ان هما بيعملوا ألذ واسهل واسرع الوصفات السهلة البسيطة. ما تنسينيش بقى زي ما قلتلك في اللايك. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.